مرحبا بكم متابعينا الكرام. في هذا الفيديو سنتحدث عن أبرز 3 مسلسلات يمنية سوف تعرض في رمضان 2023 وعن القنوات الناقلة لها. ولكن قبل أن نبدأ نتمنى منكم الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة مع تفعيل زر الجرس تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. المسلسل الأول مسلسل خارج التغطية للمخرج الرائع محمد فاروق، مخرج مسلسل تكتيك في السنة السابقة، وهذا المسلسل من بطولة صلاح الوافي وتوفيق الماخذي ونزار السنفاني والعديد من الأبطال، حيث وقد تم تصوير المسلسل في مدينة تعز، وسيكون هذا المسلسل من إنتاج قناة السعيدة وسيعرض أيضا على قناة السعيدة. تفاصيل أكثر عن هذا المسلسل ستشاهدونها في فيديو قادم بإذن الله. المسلسل الثاني مسلسل العالية للمخرج الرائع وليد العلوفي، مخرج مسلسل ربيع المخا في السنة الماضية، وهذا المسلسل سيكون بديل لمسلسل ربيع المخا، وسيشارك في هذا المسلسل العديد من نجوم الكوميديا والدراما اليمنية، وهم عامر البوصي وقاسم عمر ونوفل البعداني وفواز التاكري ومنى الأصبحي ومروان المخلافي وسيف الوافي وأشواق علي ورويدة ربيج وغيرهم الكثير من النجوم، حيث وقد تم تصوير المسلسل في مدينة تعز، وسيكون هذا المسلسل من إنتاج قناة يمن شباب وسيعرض أيضا على قناة يمن شباب. المسلسل الثالث المسلسل الكوميدي الذي سيجمع نجوم الكوميديا في مسلسل واحد للمخرج المصري معتز حسام، مخرج مسلسل عيال المرح في السنة السابقة، وهذا المسلسل من بطولة نجم الكوميديا محمد قحطان ونبيل الآنسي، وسيشارك معهم أيضا الفنانة سالي حمادة ورغد المالكي ومروى خالد وكمال طماع وخالد البحري وحسن الجماعي وهدي المانع وبشير العزيزي ونبيل السمع وغيداء جمال ومنال المالكي. المسلسل من إنتاج شركة النبيل لصاحبها خالد المرولة، وسيعرض المسلسل على قناة المهرية الفضائية. المسلسل تم تصويره في جمهورية مصر العربية مدينة القاهرة. البعض قد تحدث عن وجود جزء ثاني لمسلسل دار ما دار، وهذا ليس صحيح. مسلسل دار ما دار توقف عن التجهيز بسبب الأمور المادية والفنية. والبعض الآخر قد تحدث عن وجود جزء ثاني لمسلسل عيال المرحوم، علما بأن هذا الخبر غير صحيح أيضا. مسلسل عيال المرحوم انتهت أحداثه في جزء واحد فقط، وسيكون هذا المسلسل جديد وفريد من نوعه بوجود نجمي الكوميديا نبيل الآنسي ومحمد قحطان. وأما عن اسم المسلسل لم يتم التأكد بعد. هنالك من يقول إن اسم المسلسل سيكون اسمه القبو، والبعض الآخر يقول بأن اسمه سيكون القبر، وسيتم التأكد من الاسم الصحيح وسنتحدث به لاحقا. وفي الأخير اشتركوا بالقناة وفعلوا الجرس لتتابعوا جميع أحداث وأخبار المسلسلات اليمنية القادمة، والتي سنتحدث من خلالها عن بقية تفاصيل الإعلانات وعن البرامج اليمنية أيضا. انتظرونا قريبا. رمضان كريم.